مصر كسبت نيوزيلندا، اتعادلت مع بلجيكا، وهتكسب ايران ان شاء الله. بس في ازمه انا فيها، الا وهي ان انا مش فاهم. انا حرفيا لا افهم شيء في الكوره، وفي وجه تشابه ما بيني وما بين اكتر الناس المتعصبين جدا للكوره. لو لا فين التمركز، روح وينج يمين مش عارف. هتلاقي مثلا انت قاعد في قهوه مثلا، تلاقي واحد بقى قاعد كده تمام ماسك ورقه وقلم. تعرف انه لو حسام حسن عمل التغيير دوت وودى امام عاشور على الوينج ده، معرفش مين نقله من هنا لهنا، قاعد بقى ايه، خلاص هو ماسك شخصيه المدرب الفني. يعني انا باصص له وهو باصص لي، وانا وهو عارفين ان احنا الاثنين في الكوره، احنا الاثنين لو اتحطينا في ملعب مش هنعمل حاجه، هنقف نصفر، هنمسك الموبايلات مع بعضينا عادي. يعني انا كبني ادم بتعامل مع الكوره علشان والدي بيحب الكوره، فبالنسبه لي لو جابوا جون وشفت الناس حواليا مبسوطه، تمام عاش. لو زعقوا بداوا يزعقوا يشتموا في مهند لاشين على اللي بيعمله، ايه يا زيزو ده. يعني انا في نكته قريتها وشفتها بعيني، ان لو زيزو داخل على انفراد ومعاه الكوره ومفيش حاجه في الجون، ثلاث عرضات وشبكه، هيضيع الكوره. هتلاقي بقى الكرة بقت غدرت، الكرة بقت في ايد حسام حسن مرة واحدة. وبرده من ضمن الحاجات اللي خدت بالي منها في الماتش بتاع مصر ونيوزيلندا تحديدا، تمام، الدنيا كلها، الناس كلها في الشوط الثاني فشخ الدنيا. الناس في الشوط الثاني قايمه بالواجب. زيكو اللي كان بيلعب درجه رابعه جاب جون، وراجل 100 100 ويسلم. الناس فشخ الدنيا. تلاقي بقى تاني يوم الجرايد الامريكيه، صلاح فرعون الصغير، فرعون مصر صلاح. طب وحسام حسن اللي صدره ولع مع اللي ماسكهم كلهم علقه، اكيد مثلا اللي مش هيجيب جون همسكه اقعده افرجه ساعه على عمر كاتو مثلا. شوف واحد قاعد عادي في امان الله يقعد يقول لك لا الكوره دي بناء على قانون الفيفا 2006 هو دي اوف سايد، ان هو طرف صباع اللاعب عدى خط الاوف سايد. الحكم اللي ماشي بقى شبه الروبوت، اللي بقى حاطين له كاميرا هنا وكاميرا هنا وكاميرا هنا، وخلاص ماشي دلوقتي بيجري كده، عامل زي ترانسفورمرز مثلا. هتلاقي الحكم مره واحده بيجري، وراح مره واحده عامل كده واتقلب لكوره عشان يروح مثلا يشوف كوره زيزو راحت فين. والكوره عامه ليها لغه الخاصه بتاعتها، يقول لك ما الكوره ماتت خلاص قال الله. بريسنج بقى، بيلدينج، فوات بقى تشكيله. يعني انا مؤخرا اكتشفت ان التشكيله لو جمعناها مع بعضيها بتنتج رقم 11 4 4 3 11. وفي بقى ناس اللي هي خلاص بتخرج بقى خارج اطار الفرجه على الكوره وانتقاد اللعيبه، لان هو انا لو مكان المدرب شيل لي حسام حسن ده، هاته ارمي بقى كل حاجه هو عملها من 1977 مثلا، اركنها كده وانا هاتني بقى انت مكان المدرب، ها تعمل ايه؟ قول لي هتعمل ايه؟ قول لي يلا اقعد دلوقتي وريني هتعمل ايه. يلا اقنع محمد صلاح انه يلعب 1 2 مع مهند لاشين. ونفس الكلام ده بالنسبه لي مثلا بينطبق على فيفا. انا العب فيفا اخش بصدر انا ما اعرفش انا جايبه منين، انا ولا كاني مثلا مترتب الثالث عالميا. انا اخش بقى في قاعده مثلا هتقولي دكر هنا يلعبني فيفا، انزل على تليفون، انزل على الباسك يلا حالا. اخش بقى امسك الدراع ومش عارف ايه وبتاع، وافتكر مثلا، يعني قسما بالله انا اخر معلومه عندي مثلا او اسم لاعب كان في دماغي وحافظه بقى فشخ ومش عارف ايه وبتاع وبيتردد على دماغي كتير، فاندر سار ده كل ما افقهه. فانا بقى بخش على فيفا تمام، اخش اشوف بقى التشكيله، قدامي تشكيلات كتيره ما اعرفش ايه وبتاع، انا هختار 4 4 3 او لا اللي على شكل الماس دايموند ديت، واجيب اشوف مين في اي حد اعرفه يحطه قدام والباقي ورا، واقتنع ان خلاص هي دي الدنيا اتظبطت. ده نفس تفكير الراجل بتاع اللي عايز يبقى مكان المدرب. هو هيشوف بقى هو مثلا حاطط مصطفى شوبير هجوم. وعامه انك تبقى مشجع كروي حاجه، انت بتشجع كوره، اتفرج على كوره، مش لازم تبقى لعيب كوره، مش لازم تبقى خبير فني، مش لازم يصطفوا يقعدوك جنب ابو تريكه في بين سبورت. بس في ناس فيها الدوده زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، الدوده تقعد بقى كده لحد ما خلاص بقى هو يقول انا لازم ابقى امسك ورقه وقلم اقعد بقى احل واقعد ارسم ومش عارف ايه وبتاع. فعامه الف مبروك للمنتخب، وان شاء الله ايران هتبقى مشغوله في ايه، ان شاء الله اللاعيبه ما يكونوش اتمرنوا ومشغولين بقى بيعملوا حاجه، او امريكا تقول لهم لا والله جالكم قرار ازاله، تلاقي ترامب ما يجري وراهم مثلا عمل حاجه غريبه من الحاجات اللي بيعملها دي. بس المهم عايزين نتكلم في السياسه. يعني ان شاء الله المفروض النهارده 23 مصر هتلاعب ايران كمان 3 ايام. انا توقعي للنتيجه 2-1 كعاده اي حاجه، 2-1 تمام، او 3-1 مثلا وكله تمام، او 2-0 مثلا. الدنيا تبقى 100 فل 14 نطلع نلعب بقى نشوف مين السنغال. اللي انا بالنسبه لي مثلا ما شفتش ماتشات مصر والسنغال كتير، بس من كتر ما الناس بتتكلم عليها خلاص انا ده منتظره بقى. فبس ان شاء الله مصر تكسب والله حسام حسن ده عمل اللي عليه وزياده. يعني ما اعرفش مين المدرب اللي فات، بس انا شفت الماتش تقريبا ما اعرفش مصر لعبت اصلا في مونديال 2000 بتاع 22 دوت ولا لا، بس اكيد كان في حاجه غلط. واتمنى الناس تتبسط علشان خلاص كفايه بقى وبس. يعني انا كان عندي فضول اعرف لو كنا خسرنا لا قدر الله، كان اورنج هتعمل ايه في الاعلان اللي حصل ده. الحمد لله قدر ولطف وبس. اكتب توقعك بقى للنتيجه تحت، و انا هحاول اتعلمكم، عايز اتعلم فيفا، انا لازم اتعلم فيفا.
واتعلم ازاي اكتب حلقات، عشان كل ما افكر ان انا خلاص اتخرجت وما عنديش حاجه تانية اعملها في حياتي، فحاسس ان انا خلاص بلا هويه، اترميت في الشارع كده. وبس كده يا باشا، يلا مع السلامه.